تحذير واجب، الحلقة دي مليانة كالوريز. قبل ما تبتدوا الحلقة دي لازم تعرفوا انها مليانة سعرات حرارية وكالوريز وحاجات في منتهى الجمال تفرتك الدنيا، تدفي القلب كده وتطبطب على الواحد في الشتاء الطويل. جايبه لكم حلويات شتوية انما ايه، سخنة ولذيذة وحلوة في منتهى الجمال. الوصفة الأولانية رز بلبن، صينية رز بلبن بالقرع العسلي والمكسرات. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، مش ممكن احكي لكم. عندنا كوباية إلا ربع رز، وعندنا نص كوباية من السكر، نص كيلو من القرع العسلي، عندنا كوبايتين وربع لبن، شوية مكسرات. ده نص كيلو من القرع العسلي المتقطع مكعبات، هحط عليه نص كوباية سكر وهحط عود قرفة وبس، مش هحط أي حاجة تانية. هغطيه واسيبه بقى يستوي على النار لوحده. هتشوفوا بقى إنه استوى، وبصوا هتحطوا الشوكة كده جواه. تمام كده، حلو قوي قوي. ده هناخده ونطلعه ونحطه في سلطانية على جنب. وهنيجي بقى نشوف الوقت المية، هزودها حوالي كوباية إلا ربع مية سخنة، وهحط كوباية إلا ربع رز، وهسيبها بقى على النار. الرز دلوقتي هيبتدي يتشرب، شايفين؟ تمام معجن، حلو قوي. هنيجي ناخد دلوقتي حوالي كوبايتين إلا ربع من اللبن، وهحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، وهقلبهم كويس، وهسيبهم بقى دلوقتي على نار هاديه. بقى ربع كوبايه من اللبن، هدوب فيها معلقه كبيره من النشا، قلب 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 كويس، وبعدين هاجي دلوقتي اضيفها على الرز واللبن اللي على النار. هسيبهم بقى كده دلوقتي على نار هاديه وخفيفه، وخليهم بقى يتطبخوا. اخر حاجه هحط كوبايه الا ربع من الكريمه. الله، انتوا شايفين حاسين؟ طبعا الفانيليا ما تنسوش، قلب 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 كده. وهنحط كمان معلقه سكر زياده لاني حسيت انها مش مسكره قوي، وادوق كمان. طيب حلو زي الفل، جميل. ادلقوا كل ده بقى في طبق بايركس كبير هيدخل الفرن، ونسقطوا جواه كل قطع القرع العسلي اللي اتسلقت. حلو. وعلى الوش هنيجي نحط ايه؟ مكسرات. ممكن احط كمان كوبايه قشطه من فوق الوش لو ما كنتش حطيت كريمه في قلب الرز بلبن. المكسرات دلوقتي والفرن سخن، هيدخل الفرن. الله بقى، الله الله، انتوا متخيلين البقلاله اللي انتوا شايفينها دي؟ تحفه. طلع تمام. احلى حاجه يتاكل وهو سخن. الصينيه دي ميزتها ان ممكن ناخدها معانا عند قرايبنا، وانا بقى واخداها النهارده عشان عندي غدا بره، بس هدوق حته صغيره علشان اقول لكم طعمها ايه. من على الجنب كده هي وهي سخنه تهبل. كريمي وغنيه، وطعم القرع العسلي فيها رائع، والمكسرات مديها كده قرمشه لذيذه. صينيه تحفه تحفه، تستاهل بقكم في الشتاء ده في منتهى الجمال. وصفه الموز المكرمل بنسميها بنانا كرامبل، او كريسب البنانا، او كريسب الموز، اللي يعجبكم سموه. بس حقيقه يا جماعه وصفه تستاهل بقكم، تحفه. المجموعه الاولى من المقادير: ربع كوبايه سكر بني، ربع كوبايه شوفان، ربع كوبايه دقيق عين جمل، و50 جرام زبده. في السلطانيه دي هنحط الاول السكر البني، الشوفان، الدقيق، قلب قلب قلب. خلي بالكم احيانا السكر البني بيبقى متكتل على نفسه، فلازم تفتتوه، وخصوصا لما الدنيا بتبرد. فتتوه بايديكم كده اهو، او ممكن تحطوه في الميكروويف، حته صغيره عليه منديل يكون مبلول شويه صغيره خفيف قوي، 10 ثواني هيطرى ويبقى زي الفل. هنحط الزبده، وتكون الزبده طريه شويه، ونبتدي بالشوكه. بعد ما مزجنا الحاجات دي كلها مع بعضها، هنحط بقى عين الجمل، هنمزجهم بقى مع بعض كويس قوي قوي قوي. ممكن نعملها بالبندق، مش لازم عين الجمل، بس دي حبه صغيره عين جمل مش كتير. شيلوها بقى في التلاجة لحد ما يجي وقت استخدامها. المجموعه الثانيه من المقادير: 25 جرام زبده، ربع كوبايه عصير برتقال، نص كوبايه سكر بني، رشه قرفه، و3 موزات كبار او 6 متوسطين. هنحط طاسه زهر على النار، والطاسه دي ممكن ندخل فيها الحلو بعد كده لما ندخله الفرن، وممكن لا، لو ما عندناش طاسه زهر ممكن نحط في طاسه عاديه وبعد كده هنعمل فيه طاجن. هنحط السكر البني، وهنحط معاه الزبده، هنحط شويه القرفه رشه كده، ما تقلقوش من شكله،
رشة ملح خفيفة خالص. هنحط عصير البرتقال، وخلي بالكم وسيبوا المزيج يغلي غلوة كده اهو لمدة دقيقة. بعد ما يغلي كده هنحط الموز، قلب قلب بقى علشان يختلط بكل الصوص الحلو ده، ونطفي النار. الله، بعد ما كل الموز يتشرب من الصوص الحلو ده هنشيله ونحطه دلوقتي في طبق البايركس اللي هنخبز فيه. عملت كمان 3 موزات فوق الحبة الأولانيين عشان حسيتهم قليلين، يبقى التوتال 6 موزات. طلعنا المزيج اللي عملناه أول خالص من التلاجة، زي ما شفتوا كده هو نشف كده على بعضه، وهو ده المطلوب. هناخده بقى ونفرفطه فوق الوش، واحنا في الوقت ده فتحنا الفرن. هنفرفطه بصوابعنا كده، هتحسوا ان هو ناشف، وهو ده المطلوب. حاولوا تغطوا الموز على قد ما تقدروا، وش الموز يتغطى. هتقعد في الفرن لمدة حوالي 20 دقيقة مش أكتر. احنا عايزين الكرامبل اللي احنا عاملينه على الوش ده يتحمر ويستوي. إلى الفرن. وآدي الصينية بعد ما اتحمر وشها وبقللت من الجناب، والكراميل شكله تحفة، ريحتها تجنن. بصوا الكراست من فوق مقرمشة ازاي. تعالوا ناخد بقى حتة حلوة كده. الله 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 على الريحة تجنن، والموز ماسك نفسه مش مفعص ولا حاجة، والكراست من فوق. تعالوا ندوق بقى، بس الأول بولة آيس كريم على الوش كده اهو. يا عيني يا عيني يا عيني، الله الله على المنظر. الله، ندوق بقى عشان أنا الحاجات دي من الحاجات المحببة لقلبي جدا. مزج ما بين الساقع والسخن، الحادق والحلو، الحاجات دي أنا الحاجات دي بتستهويني قوي. وساقع وسخن ده يا سلام. الله، أنا كنت بعمل الديزرت ده بالتفاح قبل كرامبل، طول عمري بعمله. أول مرة أجربه من الموز. مع ارتفاع سعر التفاح، الموز بديل لذيذ جدا جدا. ما كنتش متخيله انه هيطلع حلو كده، كنت خايفه بصراحه بيني وبينكم، بس قلت خلينا نجرب، ليه لا. بصراحه الموز عامل شغل تحفه. مش عارفه ابطل. كيكات الشوكولاته السخنه وصفه لذيذه جدا وسريعه، ما اخدتش وقت، ومكونات بسيطه موجوده في كل بيت. هتعملوا احلى حلو شتوي دافي في منتهى الجمال. لوصفه كوبايات الشوكولاته السخنه عايزين بيضتين، 3/4 كوبايه سكر، 110 جرام شوكولاته، نص كوبايه زبده، 3 معالق دقيق، وفانيليا. هنحط الشوكولاته بعد ما نقطعها قطع صغيره في سلطانيه. هنحط معاها الزبده، ويا اما نسيحهم على حمام ميه، يا اما نوديهم الميكرويف، وده اسهل لنا بكتير. ادي الشوكولاته ساحت اهي تمام. هنخليها على جنب تبرد، وهنبتدي نشتغل في الكيك. سلطانيه، السكر، الدقيق، البيض، والفانيليا، واضرب كله مع بعضه. بعد ما ضربنا الخليط كويس، اتاكدنا ان هو بقى زي القشطه كده. بصوا تقيل وحلو ازاي. هنصب بقى دلوقتي الشوكولاته والزبده اللي بردوا خالص، ونقلب بالراحه بقى المره دي. بصوا الخليط بقى حلو ازاي وتقيل. بصوا دول بيدخلوا الفرن مدهونين بالزبده. هنصب الخليط، وانا كنت مسخنه الفرن قبل كده على درجه 180. اول ما بديت الشغل هيدخلوا وهيقعدوا حوالي 12 ل 15 دقيقه. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حجم القالب. لو القالب كبير هتاخد 15 دقيقه، لو القالب اصغر هتاخد وقت اقل. كيكات الشوكولاته السخنه طلعوا. لازم تخلي بالكم انها سخنه جدا، مولعه. خلي بالكم سخن سخن مولع. عارفين المولتن كيك اللي بتبقى من جوه سايحه في بعضها؟ هي شبهها بس مش قوي. هي استوت سنه من جوه حبه صغيره، فبقت طريه قوي من جوه. واحلى حاجه هي الكراست اللي من فوق دي، الطبقه اللي من فوق مقرمشه. ريحتهم تهبل في منتهى الجمال.